يا صباحكم او مساءكم بهجة، انا بهجة واهلا بيكم في فيديو جديد. بنوتة طلبت مني اني اعمل لكم فيديو واقول لكم ازاي تطلبوا من موقع ايفا والاوردر يوصل لكم لحد البيت. فانا قررت اي موقع هشتري منه منتجات اونلاين هصور لكم فيديو اعرفكم ازاي تطلبوا منه، امشي معاكم خطوة خطوة من اول ما تدخلوا الموقع لحد ما الاوردر يوصل لكم باذن الله لحد باب البيت. اول موقع هنبدا بيه وهو موقع ايفا. اول حاجة انا هشتغل معاكم بالموبايل عشان تكونوا شايفين كل التفاصيل معايا. اول حاجة هنفتح جوجل بالشكل ده وهنكتب فوق في السيرش، طبعا عاملة سيرش تحت فهي ظاهرة فهنكتبها تاني، نكتب ايفا كوزماتكس. بصوا هي هتبدا تطلع لكم وانتوا بتكتبوا يعني، فاختاروا عادي ايفا كوزماتكس دي لان تقريبا دي اللي هتطلع لكم. ثواني تعالوا نشوف عشان بصوا خلي بالكم في موقع كتير. هو ده شكل الموقع اللي مكتوب فيه ايفا بالاخضر، هنقوم دايسين عليه. ده الموقع فتح معايا تمام اهو، ايفا اهي فوق وادي الموقع. عندكم بقى كل المنتجات تقدروا تطلبوها. تعالوا مثلا هنا عند الثلاث شرط دي هتلاقوا كل حاجه. سبيشال اوفرز دي اهم حاجه لازم تدوروا فيها، هتلاقوا عاملين فيها اوفرز كتير. في بقى هنا حاجات رجال، بودي كير، هير كير، كل حاجه. بس عايزين ايه تجيبوا حاجه من هير كير تدوسوا عليها. هيبدا مثلا يفتح لكم اي منتجات. العلامه الحمراء دي يا اما بيبقى مكتوب عليها نيو فده معناه ان ده منتج جديد نزل، يا اما مكتوب عليه خصم زي ما انتم شايفين يعني ده عليه خصم 20. احنا عرفنا ازاي نعرف المنتج ده جديد ولا عليه خصم ولا لا؟ تعالوا بقى نعرف سعر المنتج اللي احنا نشتريه. احنا هنعمل مثلا دلوقتي مثال، قالوا ايفا ماسك اللي قدامنا مكتوب سعرين، مكتوب 63 ومكتوب 70 جنيه. انا هشتريه بانهي سعر؟ تعالوا اقول لكم. دايما السعر اللي لونه جراي ومكتوب عليه ده بيبقى قبل الخصم كان سعره كذا، يعني هنا قبل الخصم كان سعره 70 جنيه. طيب السعر اللي بلونه اخضر اللي هو ب 63 جنيه ده بعد الخصم هتشتروه ب 63 جنيه. ده قاعده في ايفا، اي رقم مكتوب باللون الاخضر ده اللي انتوا هتشتروه بيه، اي رقم مكتوب باللون الجراي ده قبل الخصم. ساعات ممكن تلاقوا رقم مكتوب باللون الجراي 70 ومشطوب عليه مكتوب باللون الاخضر رقم 70، ما هي فين الخصم؟ هم ساعات بيعملوا الحركه دي. فانتوا بصوا على اللون الاخضر واشتروا بيه على طول، يعني مش لازم تلخبطوا نفسكم وتبصوا على الجراي والاخضر وكده. الاخضر ده اللي احنا ايه، ده السعر اللي احنا نشتريه. انا عايزه اعمل اوردر، هعمل اوردر ازاي؟ دلوقتي عندكم تو اوبشنز. اول حاجه ان انتوا تدوسوا على الصوره نفسها بتاعه المنتج، سواء المنتج ده او اللي تحته اي حاجه. تدوس مثلا على الصوره اهي هيفتح لي كل تفاصيل المنتج، يعني مثلا هيقول لي قالوا ايفا مص حجمه قد ايه، هنا تفاصيل شويه، يتحكم في الهيشان، هنا سعره، هنا العدد بقى. لو عايزين مثلا ايه هشتري واحد خلاص هتسيبوها زي ما هي، عايزين اكتر هتدوسوا على الزائد وتزودوا عدد القطع اللي انتوا عايزينها. يعني مثلا انا اشتري 9 من الماسك ده، عايزين تنقصوا برضو من السالب دي. طيب انا خليها زي ما هي واحد عادي. تقدروا بقى ان انتوا ايه، هنا بيبعت لكم يعني منتجات شبه، تقدروا بقى ايه لو عايزين تطلبوا خلاص من الصفحه دي تدوسوا على اضافه الى السله. تمام هي كده خلاص اتضافت والمنتج ده هتشتروه. ممكن لو انتوا مش عايزين الليله دي كلها من بره اهو هتلاقوا برضو اضافه للسله دوسوا عليها. تمام انا كده خلاص اهو قال لي تم اضافه المنتج بنجاح. تيجوا تحت تدوسوا عليها اهو كده خلاص بقى عندكم 2 في السله. ممكن من فوق تغيروا اللغه، ماشي، تدوسوا مثلا على عربي هتبقى عربي او انجليش عشان الموقع يبقى بالانجليش. طيب احنا اهو قعدنا نلف ونختار. طب انا هدخل مثلا هنا ايه، خلاص خلصت مش عايزه حاجه من الشعر تاني، هاجي هنا مثلا عايزه حاجه للاطفال. تمام تعالوا ندور، استنوا بس عشان الموقع بيحمل بعد فتره اهو. مثلا انا عايزه ده البلسم ده اقوم ضايفاه للسله، سعره قبل الخصم 100 جنيه بعد الخصم 85 جنيه. تقعدوا بقى تدوروا كده كل الكاتيجوريز اللي عندكم. مثلا عناية بالفم يفتح بس عشان هو بياخد وقت شويه اهو. مثلا عايزه مثلا الغسول ده اهو قبل الخصم ب110 بعد الخصم 93 هضيفه للسله. اتضاف خلاص كده انا خلصت كل المنتجات اللي انا عايزه اشتريها. تيجي فوق هنا عند السله دي بتاعت السوبر ماركت مكتوب جنبها 4 دي يعني ده عدد القطع اللي انتوا حطيتوها في السله او عدد المنتجات اللي انتوا حطيتوها في السله. هنبدا بقى ندوس عليها هيطلع لنا كل المنتجات اللي انتوا طلبتوها. لو مثلا في منتج انتوا مش عايزينه، يعني مثلا المنتج ده انا خلاص مش عايزاه، لا قررت ان انا مش عايزه اشتريه، تقوموا دايسين على الناقص او السالب يعني، هيبدا يشيلها خلاص من الباسكت وبقوا 3 منتجات بس. خلاص هنا تحت بيكتب لكم السعر الفرعي. تمام ده السعر بتاع المنتجات بس ملوش دعوه بالشحن. انا سعر المنتجات 241، لا انا حاساه كتير قوي عليا فهشيل مثلا ده الغسول. ركزوا هنا انا شلت الغسول اهو من السالب، ماشي، كانوا 241 بقوا 148 منتجين بس اهم في الباسكت. حلو قوي السعر ده. هكمل بقى وعايزه هتعملوا ايه، هتدوسوا على اكمال عمليه الدفع اللي هي باللون الاخضر. جاب لي اهو معلومات الاتصال. ده العنوان ده اللي هو في عنوان انتوا بتسجلوه، يعني لو بتشتروا على طول فبيبقى ليكم عنوان متسجل عندهم. لو عايزين عنوان جديد او انتوا اصلا مش مسجلين، لو انتوا مسجلين عنوان وعايزين تضيفوا عنوان جديد هتدوسوا على اضيف عنوان جديد. لو انتوا اصلا اول مره تشتروا من عندهم الصفحه دي اللي هتطلع لكم. الصفحه دي فيها ايه؟ اول حاجه العمل او المنزل، ندخلوا مثلا اسم المكان، اسم الشارع، اي حاجه. المدينه هتختاروا دلتا، صعيد، مصر، القاهره، الجيزه، القناه. تختاروا مثلا القاهره، هي المنطقه القاهره برضو. هنا بقى المنطقه كل مناطق اللي موجوده في القاهره تدوسوا مثلا انتوا فين. مثلا انا في المقطم
اسم الشارع، رقم المبنى بتاعكم، رقم الطابق، رقم الشقة، ورقم الهاتف. واهم حاجة تدخلوها العلامة دي اهي، دي علامة وجنبها اختياري، دي دخلوها. اكتبوا اقرب مكان للمكان اللي انتوا فيه، مثلا على نص الشارع في محل معين، حاجة علامة مميزة بحيث ان المندوب يقدر ان هو يوصل لكم بسهولة، ما تقعدوش تلفوا ورا بعض. بعد ما تكتبوا كل البيانات دي هيجيلك تحت هنا الدفع. تمام. لو عايزين عند الاستلام، يعني لما المندوب يجي لكم تدفعوا المبلغ كله نقدا عند الاستلام. لو عايزين تحولوا الفلوس اونلاين او تدفعوا اونلاين، دوسوا على فوري. اعتقد هتدفعوه من فوري، انا دايما بدفعه نقدا عند الاستلام اسهل. نقدا اهو، تمام، وفوري ايه تحتها. طيب هنا لديك كود خصم، لو عندكم اي حد عنده كود خصم يعني تقدروا ان انتوا تستخدموه. تكتبوا هنا الكود، مثلا هكتب كده اهو اي كلام، هيجيلك تطبيق الخصم، هتدوس عليها. هو بقى ايه لو في فعلا في خصم؟ بصوا هنا قال لي ان مفيش، البرومو كود ده ملغي، هو اصلا مش ملغي، هو ده مش برومو كود يعني عموما. لو في بقى تلاقيه الخصم اتطبق، قال لك السعر بعد الخصم كام. طيب هنا بقى لما تنزلوا تحت شويه، احنا اهو كنا عند كود الخصم، هنيجي تحت شويه هتلاقوا كاتب لكم السعر المنتج الاول، العدد واحد، يعني انتوا طالبين منتج واحد بس من المصر، عدد واحد بس، ازازه واحده بس. السعر قبل الخصم كان 70 جنيه، بعد الخصم 63 جنيه. تحت ايفا بيبي بلسم، قبل الخصم كان 100، بعد الخصم 85. العدد واحد. تحت بقى هنا الاهم هيكتب لكم سعر اهو، السعر الفرعي اللي هو سعر المنتجات، تحت مصاريف الشحن 35 جنيه. السعر الكلي اللي انتوا لما الراجل يجي يخبط عليكم هتدفعوه 183. خلصتوا كل ده على نفذ الطلب اللي تحت. تمام، نفذ الطلب. طبعا الطلب مش هيتنفذ لان انا ما دخلتش بقيه البيانات يعني. تمام، بس كده. بعد بقى ما طلبت الاوردر الاصلي بتاعي، تمام، بعتولي اهو ايميل ان الاوردر اتاكد والسيستم ما تمتش العمليات، رقم الاوردر، البيانات بتاعتي اهو، ده الاوردر اللي انا طلبته. تمام، توتال 256. لما يوصل بقى ان شاء الله هقول لكم، او اي مسج يجيلي هعرفكم بالتطورات. طيب يا بنات، احنا تاني يوم من طلب الاوردر اللي عملناه امبارح مع ايفا. انا عملت لكم اوردر من المره اللي فاتت امبارح يعني، بس انا اوريدي قلت لكم ان انا كنت طالبه اوردر، ان شاء الله مستنياه ان هو يوصل لي واعرفكم كل التفاصيل يعني لحد ما يوصل. بس انا امبارح حصل معايا موقف مع خدمه العملاء بتاعت ايفا، ولكن هحكي الموقف يعني فيديو شورت هينزل لكم هنا على اليوتيوب، كل مواقع السوشيال ميديا بتاعتي، وهتبقى سلسله جديده هعملها اللي هو رايي في خدمه العملاء بتاعت كل البراندات، علشان لو في براند خدمه العملاء بتاعته مش حلوه يهتموا بيها وشافوا الفيديو بتاعي ويحسنوها، ولو في براند خدمه العملاء بتاعته حلوه هقول لكم، بحيث ان انتوا تبقوا مطمنين ان انتوا لو اشتريتوا من عندهم اوردر وحصل اي مشكله في ناس هتقدر ان هي تتصرف لكم من الدنيا يعني. نزلوا في فيديو منفصل بحيث ان الفيديو ده ما يبقاش طويل عليكم، بس تقدروا ان انتوا تستفيدوا. امبارح لما طلبت الاوردر جالي ايميل في ان الاوردر يعني اتعمل، هيتاكد في تفاصيل عنواني في المنتجات اللي انا طلبتها، دول اللي انا طلبتهم دي هم كانوا عاملين عليهم. كمان طلبت الشاور جل في مصاريف الشحن كلها وكل حاجه. امبارح يا بنات كان قصدي ان هو يوم الثلاث، النهارده بقى الاربع، اتبعت لي ايميل ان خلاص الاوردر اتاكد يعني وهيتشحن، نفس التفاصيل اللي اتبعتت امبارح. وجاي لي الصبح اول ما صحيت لقيت ان في مسج جايه لي من ايفا دي الصبح يوم الاربع اللي هو تاني يوم ما طلبت الاوردر اهو، جالي من ايفا 34/7 اللي هو النهارده الساعه 12:30 الظهر، بيقول لي ان طلبك هيوصل من يومين ل4 ايام عمل، يعني تقريبا هم الجمعه والسبت اجازه اعتقد، مش متاكده. هم قصدهم ان هو هيجي لي يا اما خميس يا اما حد يا اما اثنين يا اما اربع، ما اعتقدش النهارده يعني. يوم ما جات لي رساله ان هو يوصل النهارده، انا كنت مره واحده بس اونلاين من ايفا الويب سايت بتاعهم، سبحان الله كنت طالبه يوم الثلاث، اكد الاوردر يوم الاربع زي النهارده، الاوردر وصل لي يوم الاحد، متوقعه ان هو هيجي لي الحد. ولكن دلوقتي حالا قبل ما اصور الفيديو ده لقيت في مسج جايه لي على الواتساب، المسج جايه لي من شركه الشحن اللي هتوصل الاوردر باذن الله، فبيقول لي ان شحن طلبي من ايفا تاريخ التسليم المتوقع يوم الخميس 31/7 اللي هو المفروض بكره ان شاء الله، وقال لي مبلغ الدفع اللي انا هدفعه، قال لي العنوان، وكمان مديني هنا اقدر ان انا اتابع الشحنه بتاعتي اهي. الشحنه اتسلمت، ايفا سلمتها لهم النهارده الصبح الساعه 7 الصبح، يعني المفروض عملت اوردر امبارح اتسلمت لهم النهارده الصبح الساعه 7 الصبح اهي، بعتولي كانت داخله على 5:30 ان هي تم التجهيز. فانا بقى ان شاء الله هستنى ان هم يكلموني ويقولوا لي بقى ان يعني خرجت ان هي يعني هتتسلم وكده، وهبقى معاكم بقى خطوه بخطوه. ودي بصراحه تبقى حاجه حلوه قوي ان انا كلمتهم امبارح جهزوها النهارده وخرجوها وتتسلم بكره ان شاء الله، فهبقى مبسوطه وفرحانه، فربنا ييسر. طيب يا بنات، ده تالت يوم من طلب الاوردر. يوم الخميس 31/7 الساعة 10:30 جالي مسج على رقم التليفون بتاعي ان المندوب في الطريق عشان هيوصل الشحنة والمبلغ بتاعها مكتوب، وفعلا المندوب كلمني والشحنة وصلت الحمد لله.